اهلا بكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التايب ادابتر وانشأناه بالفعل خلاص. النهارده بقى المفروض هنبتدي في جزئية جديدة، بس خلي بالك انا المرة اللي فاتت نسيت اعمل ايه، اعمل كومنت للحاجات دي. فتعالى نقول create type adapter for node. ممكن تقول نود موديل بالمرة، ماشي كده، ونعمل كومنت وبوش عشان كل حاجة تبقى ايه على نظافة. حلو قوي. النهارده بقى فاضل جزئية بسيطة جدا هعملها، ان انا اروح على المين دوت دارت واعمل انيشاليز بقى لايه، لهايف بس مش اكتر. ده كل اللي انا هعمله. فهخلي الميثود بتاعتي هنا تبقى async، وبعد كده انزل تحت واقول await، واستخدم هايف الباكج بتاعتي، واقول دوت init كده. بس هيبقى غلط تمام لو انا سبتها كده بالمنظر ده، وهيفضل مديلك ايرور. طب ايه المشكله في اللي انا عملته كده؟ على فكره انت لو بصيت في الدوكيومنتيشن هتلاقيه عامل نفس اللاين ده بالظبط، بس الفرق ان init هنا في init flutter، بس مش هتلاقيها موجوده هنا خالص. مهما حاولت تاكسسها مش هتلاقيها موجوده، وده لان انا عملت امبورت للهايف باكج. لكن انا في الحاله دي محتاج الهايف فلاتر. ركز في النقطه دي. يعني انا في المكان ده لما اجي استدعي هايف، فانا اركز ان انا اخد الهايف اللي جايه منين، جايه من هايف فلاتر. لازم تركز في النقطه دي. تقريبا هو بس الامبورت مش مكملها، فانا مش قادر اشوفه يعني في المكان ده. بس هي تاني واحده لو اخترتها كده هقول init بقى فلاتر هتلاقيها موجوده. فانت كده بالفعل خلاص عملت ايه، عملت init للباكج بتاعتك اللي هي هايف. الموضوع بسيط جدا، خلص الموضوع على كده. الخطوه الثانيه ان انا افتح البوكس اللي هخزن فيه الداتا. زي ما انا قلت لك المره اللي فاتت ان انا بخزن البيانات بتاعتي جوه بوكس، تقدر تقول عليه كوليكشن. فانا دلوقتي ممكن اقول هايف دوت اوبن بوكس واسميه مثلا ايه، نوتس. وطبعا يفضل السترنج اللي هنا يكون ايه، يكون كونستنت عشان ممكن نستخدمه بعد كده تاني. فاقول هنا كي نوتس بوكس بالمنظر ده بيساوي سترنج هنا كلمه نوتس بوكس. الموضوع بسيط يعني تمام. طبعا هو هنا مديني وورنينج عشان المفروض الكي تبقى سمول. ماشي كده مظبوط قوي. تعالى كده نروح على المين دوت دارت بقى، واقول له خلي بالك انا عايز افتح بوكس اسمه ايه، اسمه نوتس بوكس. بس كده الموضوع خلاص انتهى على كده. وخلي بالك ان دي ايه، فيوتشر، فبالتالي برضو محتاج تعمل لها ايه، اويت كده بالمنظر ده. وخلي بالك ان هي فيوتشر، فبرضو اعمل لها اويت هنا عشان تستناها تتاكد ان هي اتفتحت قبل ما تبتدوا تستخدمها. بس ده كده كل اللي احنا عايزينه. كده خلاص خلصنا على فكره. يعني هو كده الموضوع انتهى حرفيا، انت كده كل اللي هتعمله بقى ان انت تسيف بيانات وتاخد بيانات. الموضوع بسيط جدا، وهايف سهله جدا لدرجه ان انت لو استخدمتها مره تقريبا هتبقى عايز تستخدمها كتير جدا. الموضوع مش معقد خالص، سهل جدا تمام. فطبعا تعالى نعمل كومنت بقى للتشينجز دي. يعني تعالى هنا نقول مثلا init hive بس مش اكتر and open notes box، ونعمل كومنت كده ونعمل بوش للتشينجز. بس قبل طبعا ما انهي الفيديو تعالى كده نتاكد ان مفيش اي مشاكل ونعمل رن للتطبيق بتاعنا. لان انت لو عملت رن والتطبيق اشتغل وعدى على الخطوات دي بشكل سليم، فمعنى كده ان خلاص اتعمل انت بالفعل، وكمان اتعمل بوكس اسمه نوتس. فكده كل حاجه شغاله سليم، تقدر تبتدي وتستخدمها. فعشان كده هعمل رن الاول اتاكد ان كل حاجه سليمه، وبعد كده ايه، ننهي الفيديو. زي ما انت شايف هو عمل رن بشكل سليم، فمعنى كده ان كل حاجه شغاله تمام ومفيش اي مشاكل. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.